مرحبا معكم هنا قصة عطر. اليوم راح أحكي لكم عن 3 عطور من دولتشي اند جابانا، اللي هو شاين وليلي، وعندنا آخر واحد نحكي عليه اللي هو بيوني. البارحة حكيت لكم عن 3، وهذا الجزء الثاني من الحلقة راح أحكي لكم عن 3 البقية. وراح نعرف معلومة مهمة عن كلمة أوزوني، إنه عطر أوزوني، أوزونيك يسموه. أوكي، هسه بالبداية راح نبدي نحكي عن شاين. هذا شاين اللي هو يقال إنه هو أقل ثباتا. بصراحة أنا لحد هسه ما جربته. جربته يعني مرة بس إنه على بشرة جافة، بس هيجي رشة خفيفة يعني. فهسه راح أجربه وياكم. شاين هذا العطر. أوكي، أريد أتحضر النظرية إنه يعني إن شاء الله يكون يعني هذا العطر ثابت، لأنه كلش طيبة ريحته وكلش قريبة على القلب. very nice perfume. واو واو واو، يخبل هذا العطر شاين هيك يصير، وهذه هيك مكتوب عليه شاين. هسه حشوفكم خلي هذا هنا بالبداية، وهذا هيجي. اوكي، راح احكيكم هسه عن شاين. مكتوب بالبنفسجي شاين، هي دولتشي اند جابانا. اوكي حبايب، هسه اول شي بهذا العطر بالهرم العطري هو عبارة عن زهور بيضاء، فاكهي، ماء استوائي، أوزوني، مسك الروم، الحمضيات، مالح، الدهيات، مسك. طبعا هاي النوتات العطرية شلون انتو راح تشموها. آخر شي هو المسك. عندنا هو زهري، فواكه للنساء، أصدر عام 2020. هذا العطر جديد. أوكي، عام 2020. افتتاحية هذا العطر المانجو، فعلا السفرجل بالضبط، الجريب فروت، وقلب العطر هو أملاح البحر، مسك الروم والياسمين، وزهر البرتقال والقداح. أما قاعدة العطر هي المسك الأبيض، خشب الصندل الأسترالي، واو حبيت، والأخشاب البيضاء. زين، هسه عندنا زهر البرتقال، احنا بالعراق نسميه قداح، اللي هو يصير لونه هيجي أبيض، يطلع ويا البرتقال هيجي لونه أبيض، وبعدين وياه شو اسمه هيجي الفتشي، هي زهرة هيجي لونها أبيض وياها أوراق خضر، كلش طيبة ريحته. فتشي رهيب. أكو فد خلطة رهيبة بالعطر، كلش حبيت هذا العطر. واو، هو أبدا مو جورماند يعني مو أشياء تنأكل. مع العلم هو بيه سفرجل وجريب فروت ومانجو، بس مو عطر شهي ولذيذ، لا، عطر نظافة، عطر ورد، عطر اوشن يعني عبالك انتو رايحين على البحر واكو ناس نظيفة حاطة عطر واختلط عطرها ويا ريحة المي من طلعوا من المسبح او البحر، وبعدين هيك اجا هوا هيك عليكم، روجة الهوا هيك عليكم، فصار العطر مالتهم مختلط ويا يعني ويا هذا الاوشني الساحلي، هذا هيك ريحة المي الطيب، مو المي هذا اللي غير شكل يعني، بس ريحة مي كلش طيب، كأنه رايحين سفرة، كأنه رايحين عطلة. واو، تجنن ريحته. عبالك انتو انه يعني مسوين استحمام بفد شامبو كلش قوية ريحته، ومنزلتوا للبحر ويا الشمس والبحر والحركة الزايدة مالتكم، يعني الركض او السباحة، هيجي اكو فد عطر كلش طيب. بس طبعا هو هذا مو 100% تشموه، بس هيجي اكو لمحة منه، لمحة نظافة رهيبة. واو، جدا طيب هذا العطر. بس اكو هواية عطور تشبهه، يعني هذا مو عطر فظيع ومميز وماكو منه، لا، اكو هواية عطور تشبه هذا العطر. فعلا ثباته دا يروح، ثباته مو قوي، مثل ما قالوا نص ساعة ويروح. هسه راح نحكي عن اللي يشيل. هسه حكينا قلنا عليه أوزوني. شنو يعني أوزوني؟ أوزوني من النوتات العطرية، المعناها اللي هو أوزونيك، اللي هو بالعطور هو عطر الساحل أو عطر الشاطئ،
مع عطر نظافة، بالضبط مثل ما قلت لكم، ساحل أو شاطئ مع عطر نظافة. يعطي إحساس بالبرودة والانتعاش. أوكي، عطر يعشق الناس اللي يحبون النظافة والأناقة. بديع هذا العطر. فيروح طبعا. يعني شلون أقول لكم، حبيته لأنه الجريب فروت دا يروح ويجي، ريحة السفرجل دا تروح وتجي، ريحة المانجو تروح وتجي يعني، وريحة الورد الزهور مالته دا تروح وتجي. مدى يثبت على عطر معين، بس هو دا يشابه هواية ويا عطور. لا، يشبه هواية عطور. هذا العطر very nice very beautiful، بس ثباته شوية ضعيف يعني. اوكي، البارحة انا حطيت العطر الجاردن، وحطيت العطر هذا العطر هو اللي دولتش الاصلي يعني، قصدي الاصدار الاول، وحطيت العطر اللي هو روز. ثلاثتهم بقوا، واكثر واحد كان بصراحة الروز. الروز كان هواية ثباته قوي، اللي هو هذا العطر روز ثباته كان أقوى شيء يعني، مقارب جدا العطر جاردن ثباته، بس حبيته أكثر من عطر جاردن، حتى أداءه كان رهيب يعني. أوكي، شاين دا يروح، دا يختفي شوية شوية، مو كلش هذاك العطر القوي. زين، هسه راح نحكي عن عطر بيوني. بيوني هياته، وين بيوني؟ أعتقد هياته بيوني، لا هذا ليلي، أي هياته، لا هذا جاردن. شوفوا بعدهم جديدين. هياته بيوني، أحكي لكم عنه، خلي هذول هيجي. أوكي، وأحكي عن عطر بيوني. هنا أنا راح أحكي هذا. واو، so sorry. راح أحكي لكم هسه عن عطر بيوني. هياته ما مبين كلش يعني، لون أحمر، it's not a good idea يعني، فشي ما حلو يسووا هيجي، إنه ما مبين العطر لأنه فاتح الشيشة مالته. أوكي، بيوني هيجي كده PEONY بيوني. زين، هذا العطر راح أجربه شوية أنا يعني متوسمة خيرا به، هو وليلي، فراح أجربه هسه وياكم. واو 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 على التفرد. طبعا مكوناته اكو شغلات بيه متفرد شوية بيها، لاحظت يعني اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، بيوني هو نمبر 1، اكيد نمبر 1، مستحيل الله يكون احلى من عنده. شنو هذا؟ واو 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 واو، شنو هذا؟ خرافي، هذا العطر خرافي جدا جدا خرافي. راح احكي لكم عنه، واني دا يعني اشتم العطر، ان شاء الله يوصلكم الاحساس نفسه. زهري منعش فاكهي حلو، ورد وعسل. زهري فواكه للنساء، جورماند. جورماند احنا قلنا انه اشياء تؤكل، يعني انه مكوناته شغلات تنأكل، يعني تحسون انه هو شهي، تريدون تاكلون فشي طيب، يعطيكم احساس شوية انه تشتهون اكل فشي طيب تاكلوه. هو اصدار 2019. اول شي هو كمثرى، زهرة بخور مريم، البارغموت والفلفل الوردي، هذه كله مقدمة. شنو هذا؟ رهيب. قلب العطر هو الفاونيا والفريزيا والورد البلغاري. That's why الورد البلغاري طبعا أكيد فشي خرافي. قاعدة العطر هي برقوق والعسل وأمبروكسر وباتشولي. تعرفون يشبه منو؟ يشبه نارسيسو الوردي، اللي هو هيك لونه، نارسيسو رودريغيز الوردي، اللي هو العطر مالته اسمه فلورال فور هير. كلش رهيب العطر مالته. لا، مو هو يشبه هذاك فلورال أكثر شيء، هذا بلمحة من عنده، هذاك لمحة مالته زهرية، هاي لمحة فاكهية. صدقا صدقا أنا ما شامة هيك ريحة قبل، أبدا أبدا بحياتي، ما يشبه أي عطر آخر. يا دوب نارسيسو ويروح اللمحة، تروح يعني ما تبقى اللمحة، تروح وتجي، بس فد شي غريب يعني.
فشي يعني هذا التوفي، هذا التوفي الفواكه، توفي ما أقدر أحدد، ما أقدر أقول فراولة، ولا أقدر أقول حمضيات، ولا أقدر أقول حلو، لا فشي. نصيحة للي يحب الانتعاش، واللي يحب ما أعرف، يخليكم تتفائلون، يخليكم تحسون مو بس انتعاش، أكو إحساس بهذا العطر. واو، so beautiful so beautiful. طبعا سوري هو وقع شوية، يعني هو اللي وقع العطر، بس إن شاء الله أقدر أمسح واو واو واو. هذا شنو هذا؟ لا يمل صدق، هذا لا يمل، يجنن هذا العطر يا جماعة، خرافي. هذا بيوني، واو، حبيت حبيت حبيت. جربوا واشتروا، اخذوا من عنده الأصلي، وأبدا ما راح تندمون. خرافي هذا العطر. طبعا سوري على الصفرة شوية، لحظة. لما كنا صغار بالعراق كانت اكو هيجي سلسلة مال توفي. توفي هو يشبه هذا التوفي اللي يصير بيه اكو فراولة، اكو ليمون، اكو برتقال، اكو تفاح، هيجي مجموع كله. تخيلوا انه كل هذا ككوكتيل مجموع، كل العطور مالته مجموعة سوا، ووياها شويونة ورد ابيض، الزهور البيضاء او الزهور الوردية، او الورد البلغاري اللي دائما انه ريحته مميزة جدا بعطور نارسيسو. يمكن لانه ذكرني بعطور نارسيسو، اني هيك حبيته هذا العطر، دا يلمح على نارسيسو، اعتقد بسبب الورد البلغاري. شنو هذا الورد البلغاري؟ هالقد ريحته قوية ومميزة وطيبة، وتخلي الانسان يشعر بالانتعاش، يعني خرافي هذا العطر. This is my love. حبيت هذا العطر، خلص هو هذا. This is the one. اوكي، هسه راح احكي لكم عن العطر الاخير بهذه المجموعة. هو عطر ليلي. ليلي هو هذا العطر اللي يصير لونه وردي، هياته ليلي هياته ورد الليلك طبعا موجود بيه، هو الاساس في هذا العطر. هيك يصير very beautiful. خلي اشوفكم مالته العلبة، هيك تصير هيجي. alright اوكي زين. هسه راح اجربه، خلينا نشوف ايها السيد راح تطلع طيب مثل هذاك مثل عطر بيوني لو لا. not my thing. لحظة، خلي أنطيه فرصة شوية، خلي أنطي للعطر فرصة. راح أخلي هذا هنا للعطر، وهذا هنا لحتى هو يصير بالصدارة. هاي شنو هذا؟ واو، لحظة ما أريد يختلط بالعطر الثاني، خلي أشمه واحدة. إيه هيجي خلي العطر، مو ترشوا لي رشتين وخلاص، لا ماكو بعد رشتين. اوكي هياته هيجي. هذا العطر اول ما تشموه ريحته نفاثة كلش قوية، ينطيكم على سبراي معطر الجسم، يعني شوية اول مرة معطر جسم، يمكن انه كلش هواية قوي. واو كلش طيبة ريحته، بس متى اقدر اميزها؟ هذا العطر اني متى اقدر اميز شنو هو؟ تفاح على بطيخ على اناناس، شوية هذا العطر يعطي هذا الاحساس انه تفاح بطيخ اناناس بالضبط، يجي داعشتم. اوكي راح احكي لكم عنه بين ما شوية يهدأ. هذا العطر هو حمضيات استوائي فاكهي، زهور بيضاء
حلو منعش، ورد مسك ناعم، أروماتيك. زهري فواكه للنساء. هذا العطر جديد إصدار 2022. افتتاحية العطر هو الباشن فروت. واو هسه عرفت. الليمون البارغموت. قلب العطر هو الورد، زهرة الليلك. قاعدة العطر مسك، خشب، الصندل والفانيلا. الليلي اللي هي زهرة الليلك هي كلش مشهورة بالثمانينات، يعني عطور الثمانينات هي جدا جدا مشهورة بالليلك. ياهو يعني الليلي ياهو اللي تقرون قاعدة أو قلب العطر، ما يجي قاعدة، أكثر شي يجي مقدمة وقلب عطر الليلي. فزهور الليلي شوية يعني يصنعون من عندها مرات معطرات للجسم اللي هي تحت الإبط تنحط أيام الثمانينات. طيب it's not bad يعني. طيب العطر يعني إذا اشتريتوه وتورطتوه طيب أوكي. يعني كلش انصدمت بصراحة، لأنه كلش old fashion يعني قديم، يعني الخط العطري مالته كلش قديم، رايح على أشياءات معطرات الجسم، ما رايح على شيء ثاني يعني. لا no this is not the one. مو هذا العطر. راح أخلي لكم توب 3 يعني توب 3 بهاي كل هالعطور. أخلي هذا، أخلي الروز، أخلي الجاردن، واستبعد هذا. يعني دا أحكي لكم أني عن ذوق قصة عطر، اللي أنتو أكو ناس يعني يحبون الذوق مالتي باختيار العطور، أكو ناس مؤمنة بذوقي باختيار العطور. أنا دا أحكي لكم يعني مدى أخذ من أي جهة، يعني كلها عطور أجنبية، منو راح يعطيني فلوس على مود أسوي لهم دعاية العطور الأجنبية؟ لا ما حبيت أبدا أبدا أبدا، وانصدمت لأنه مبين very nice، يعني كلش كيوت هيجي. انتوا تشوفون بالحقيقة كلش كيوت. هاي الوردة هيجي اللي فوق، خاصة لونها هذا الوردي، يعني بالكاميرا ما يبين هالقد لونها حلو، بس بالحقيقة يشترون تاكلوها عبالك، هي كلها يعني بالمناسبة هيجي. راح أسوي لكم يعني هذا اللي قلت عليه، هذا أول واحد هو الإصدار الأول، هو شوية old fashion مو كلش حبيته. هذا ما بي عطره فظيع يعني اوكي اتس بيوتيفول شاين، بس شوية ثباته مو قوي، رسن يروح نص ساعة وخلاص. وهذا معطرات جسم اولد فاشن. مع العلم انا ترى يعني مغسلة كل زين وسابحة وحاطة فازلين على ايدي وما بي ريحة نهائيا، فلازم يطلع الريحة المضبوطة، يعني العطر المضبوط لازم يطلع، يعني لازم يبين عندي. ما حبيت نو ما حبيت. هسه راح نحكي عن أحلى ثلاثة بكل هذه العطور الموجودة من عطور دولتشي اند جابانا. أول واحد سوري، أو ما نقول أول واحد، خلينا نقول آخر واحد اللي هو 3 حتى نوصل 2 وبعدين التوب اللي هو نمبر 1. أول واحد يعني سوري ثالث واحد اللي هو جاردن. هذا جاردن كلش طيبة ريحته، قلت لكم انه ريحته جوز هند، ويستقر على جوز هند ويروح على ورد وشوية فواكه، بعدين يرجع على جوز الهند، لان جوز الهند من العطور القوية جدا اللي تتغلب يعني عطرها على كل العطور الثانية. فجوز الهند من الروائح النفاثة اللي قوية جدا. بس من بين هذا كله اني اختار هذا 3 و2. راح يجي عندي روز يخبل، روز ما ينشبع منه، من ألذ العطور وأجمل العطور هو روز. بعدين آخر شي راح يجي وأحلى شي اللي هو بيوني هو التوب مالتهم. بيوني بيوني. راح أشوفكم كل السهل. العلبة مالته لونها بنفسجي، حبيت ثباته همينه مو قوي، مو كلش قوي ثباته، بس اني ما يهمني الثبات، اني حتى لو اخليه بالجنطه كل شويه يعني كل ساعتين اسوي ريفرشنج واستخدمه، ما عندي اي مشكله بالثباتيه. ودائما انه اخليه يعني صوابين، يعني استحم بصوابين معينه انه تحتفظ بزيوت الجسم، يعني ما تخلي الجسم ينشف، وراها اخلي الفازلين شويه اللي ما بي نهائيا عطر على ايدي، او استخدم مثلا واقي شمس وما بي نهائيا اي ريحه، اي عطر ما بي، يعني يسموه انه برفيوم فري. اوكي ماكو بي اي برفيوم.
وأخلي من هذه العطور، فأنا ما عندي أبدا مشكلة بالثباتية ويا هذا. واو ايش قد طيبة ريحته، واو ايش قد طيبة ريحته بيوني. أرشح بيوني بصراحة من بين الكل، وأحبكم هواية، وإن شاء الله تكونون استمتعتوا بهذه هذا الفيديو. طبعا الفيديو الجديد راح يصير فشي كلش غريب، عطور عربية وعطر عربي من يعني عطور عربية. صديقتي عزوز جابتها من الكويت، يعني وصلت عليها من الكويت، من دولة الكويت، واجتها هنا العطور، ومو من موقع، يعني ناس يعني اشتروا لها هذه العطور وجابوها. راح نكتشف وياكم عطر أحلام الشامسي، وياها عطرين من العطور الخليجية. أحبكم هواية، وإن شاء الله تكونون استمتعتوا وياي بهذا الفيديو. أحبكم هواية. إذا حبيتوا هذه الحلقة لايك شير سبسكرايب، وانتظروني إن شاء الله بالفيديو الجاي. كل ما تسوون لايك وشير أكثر، يعني تكتبون أشياء حلوة مثلكم، أني تشجعوني إنه ثاني يوم أنزل لكم فيديو. أحبكم هواية، مع السلامة.